كلنا تقريبا سمعنا قصص عن حاجات غريبة، حاجات صعب نلاقي لها تفسير، أحداث بتحصل كده في الخفاء كأنها بتتحدى كل المنطق اللي نعرفه وبتخلينا نسأل. النهاردة هنبص على الظواهر دي من خلال مصدر معين بيقدم تفسير واحد ومحدد جدا لكل الأسرار دي، وهو عالم الجن الخفي. الكلمتين دول من المصدر بيحطونا في قلب الموضوع على طول. الفكرة هنا مش عن حاجة بعيدة عننا، لا، دي عن وجود موازي، عالم مش متشاف بس في نفس الوقت محسوس. مين فينا ما حسش قبل كده إنه مش لوحده في أوضة فاضية؟ الإحساس ده بالذات هو نقطة البداية اللي هنتكلم عنها. طيب إزاي ممكن نبدأ نستكشف عالم مش شايفينه ده؟ المصدر بيقول إن أول خطوة هي إننا نعترف إن في حاجات حوالينا ممكن تكون أكبر من فهمنا وإدراكنا المباشر. يعني إزاي نقدر نفهم حاجة حواسنا أصلاً مش قادرة تلقطها؟ وهو ده بقى السؤال المهم. لو العالم ده فعلا موجود، طيب ازاي بيعرفنا بوجوده؟ ازاي بيتفاعل معانا؟ المصدر هنا بيقول ان الإجابة ممكن تكون في الظواهر الغريبة اللي بتحصل حوالينا، الحاجات اللي ممكن احيانا بنختار نتجاهلها. والظواهر الغامضة دي ليها أشكال معينة. خلينا ندخل في الأمثلة العملية اللي بيقدمها المصدر، واللي بتبدأ بأصوات وحركات غامضة. نقدر نقول إنها زي أول الإشارات اللي بتوصلنا من العالم الآخر ده. فكروا فيها كده، هدوء تام في نص الليل، وفجأة صوت، مش صوت عادي معروف، لا، همس أو خربشة في الضلمة ومن غير أي مصدر واضح. ده أول نوع من الظواهر اللي بيشير ليها المصدر، واللي بتلعب على حاسة السمع عندنا. وبعد الصوت تيجي الحركة، حاجة تقع من على الرف لوحدها من غير ما حد يلمسها، غرض معين نلاقيه اتحرك من مكانه. المصدر بيوصفها بإنها حركات ملهاش سبب واضح، يعني أفعال بتحصل كأن في فاعل خفي وراها. والأغرب بقى ويمكن أكتر حاجة تقلق، لما الحاجات نفسها تبدأ تتصرف لوحدها. باب يفتح وبعدين يترزع، شباك يتحرك لوحده. الأفعال دي بالذات بتوحي كأن في إرادة أو قوة معينة هي اللي بتحركها. إذن عندنا أصوات وحركة وحاجات بتتصرف كأن ليها إرادة. طيب إيه الرابط من كل ده؟ المصدر هنا عنده تفسير واحد وواضح لكل الظواهر دي، وهو الجن. النقطة الأساسية اللي بيطرحها المصدر هي إن الأحداث دي مش مجرد صدفة ولا هي تهيؤات أو خيال، لا، هو بيقدمها على إنها وقائع حقيقية وليها تفسير، بس تفسير مش من عالمنا المادي، ده تفسير من عالم خارق للطبيعة، عالم الجن. وعشان نحط الفكرة دي في سياقها الصح، المصدر بيستخدم مصطلح الخوارق. الكلمة دي مش معناها سحر وشعوذة، لا، ببساطة هي أي حاجة بتحصل ضد قوانين الطبيعة اللي نعرفها. يعني لو رمينا حاجة لفوق، الطبيعي إنها تنزل تحت، لو فضلت طالعة لفوق ده يبقى اسمه حدث خارق. هو ده الإطار اللي الظواهر دي بتتحط فيه. وهنا بنوصل لصلب التفسير. المصدر بيربط الخوارق دي بشكل مباشر بالجن. الفكرة هنا إنهم مش أشباح أو أرواح، لا، دول كائنات ليهم عالمهم الخاص، لكن عندهم القدرة إنهم يتخطوا الحاجز ده ويأثروا في عالمنا، والتأثير ده هو اللي احنا بنعيشه كظواهر غامضة. بس ماذا لو الموضوع أكبر من مجرد أحاسيس وأصوات؟ المصدر هنا بيرفع سقف الكلام وبيقول إن في دليل مادي، دليل ملموس، وده اللي بيدخلنا في الجزء اللي ممكن يكون الأكثر إثارة للجدل، لحظات سجلتها الكاميرات، الجزء اللي بيتقال فيه إن الخفي بقى مرئي. الخلاصة بسيطة وفي نفس الوقت تقلق جدا. في أحداث حصلت ضد أي منطق، بس المرة دي الموضوع مش مجرد إحساس أو صوت، لا، دي اتسجلت بالكاميرا. يعني في وعد بوجود دليل مرئي، حاجة نقدر نشوفها، وده طبعا بيخلي الموضوع كله أكثر غموضا. وده بيوصلنا لآخر جزء معانا، واللي بيسيبنا متعلقين كده وبنفكر يا ترى ما هو القادم؟ المصدر بيختم كلامه بجملة بتخطف الأنفاس وما بتكملش: استعدوا لأن اللي جه، وبيسكت. الوقفة دي طبعا مقصودة تماما، هدفها تخلينا في قمة الفضول ونسأل نفسنا إيه هو اللي جاي ده اللي محتاج كل الاستعداد ده. وفي النهاية بنلاقي نفسنا قدام السؤال ده، سؤال المصدر نفسه ما بيجاوبش عليه وبيسيبني إحنا نفكر فيه. يا ترى إيه اللي الكاميرات دي صورته؟ إيه هي اللحظات دي اللي مفيش ليها أي تفسير منطقي؟ سؤال بيفضل موجود في الذهن وبيفكرنا إن ممكن يكون فعلا في حاجات في عالمنا أكبر وأغرب من اللي بنقدر نشوفه. دلوقتي بعد اللي شفته لسه فاكر إنك لوحدك؟ الرعب لسه ما بدأش الحقيقي يا صاحبي. تعمل اشتراك وفعل الجرس، هتشوف بعينك اللي بيحصل في الضلمة. استنانا، الحلقة الجاية هنفتح باب جديد، باب من الرعب الحقيقي.